اولا كنحيو الناس ديالنا كنقول لهم رمضان مبارك كريم بالصحه والعافيه وطول عمر جميع كافه المسلمين اجمعين. وكنقدموا التهاني ديالنا صاحب الجلاله محمد السادس، كنتمنوا له الصحه والعافيه وطول العمر، والناس اللي متبعين معنا وكنتمنوا له الشفاء العاجل. كذلك ما ننساوش اننا كنوجهوا التحيه ديالنا لوالي مدينه طنجه محمد الهيليه، حتى هو كذلك مثال كندعوه بالصحه والعافيه. والكلمه المجموعه رمضان كريم رمضان كريم كريم ان شاء الله. صابوا القضيه ديالنا تبقى نحتفلوا بها، يعطيها طول العمر والصحة والعافية ورمضان مبارك. نتمنى نعيم يعطيها الصحة خلينا والعافية لكم ويخلينا المجموعين كاملين ويخلينا نعيم وبركة آمين إن شاء الله. بما ان الحضره ديالنا ديال مدينه طنجه، انني كنفتخر انني كنهتموا حنا مع التراث هذا الصوفي، لان حنا اللي زينا الطابو ديال الحضره ديال مدينه طنجه، واهتمينا بهذا التراث اللي كان منسي مهمش من طرف الاعلام ولا من طرف يعني الحضور. حاليا دابا الحمد لله الحضره ديالنا كاينه موجوده ولا يعلى عليها، ولها طابع خاص خصوصا للحضره ديالنا الطنجاويه. كنوجهوا الشكر العميق، الشكر الكثير لمحمد الهديه والي مدينه طنجه، هو اللي عطانا الاهتمام، هو اللي دعمنا، هو اللي دائما كيوقف معنا، هو اللي هذا السيد الوالي ملي جا مدينه طنجه اهتم بهذا التراث الاصيل ديال مدينه طنجه وعطانا اهتمام الحمد لله. وكيفرض الوجود ديالنا وفيما كان شي حفل او شي مهرجان كنكونوا حنا من الاوائل. يعني كنفتخروا بدينتنا وبالاثار. نعيمة البرموسي كتمثل الفن الحضري مدينة طنجة، وكنشكرها بزاف. زادت إضافات ومعلومات وزادت إبداعات جديدة في الفن الحضرة، وكتمثل مدينة طنجة في هذا الفن هذا الأصيل. ومزيد من العطاء لنعيمة، وكنشكرك بزاف، مزيد من التوفيق، الله يطول في الأعمار. انا كنشكركم كاملين، كنشكر المجموعه ديالي كامله، رشيده، خيطان، بوتينه، فاطمه، هي عند واحد الحفله تكريمي، واخت هدى، نزهه الحراق. كنشكركم كاملين، والسيده اللي كتصورنا حتى هي ونزهه الحراق. كنشكركم كاملين، والشوشه ديالنا اللي هي دائما السيده اللي كنقولوا لها عشوشه الاعلام. هذيك الاعلام ديالنا راه مبارك مبارك مبارك.